وزي ما الاهلي معودنا دايما ان المباراه مش بتنتهي غير مع صفاره الحكم. الاهلي في الدقيقه 96 يسجل هدف الفوز عن طريق محمد شريف على فاركو، بس المشكله مش انك انت سجلت هدف الفوز في الدقيقه 96، ممكن تسجل هدف الفوز في الدقيقه 96 ونطلعوا نشكر فيك ونمدح فيك انك انت سجلت. المشكله الاكبر انك انت غلطت كذا غلطه في مباراه زي مباراه فاركو. فرقه هتلعب 3 في الدفاع، عندها 3 مدافعين من اقوى واطول مدافعين الدوري المصري، واقل فرقه بيدخل فيها هدف بنفس السيستم وبنفس الطريقه. لايكك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وتعالى اقول لك ايه اللي حصل في مباراه الاهلي وفاركو. اول حاجه في مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري وما بعدها تقريبا حركه 7 ماتشات بعديها، احنا كنا اكتر ناس بنطلع ونشكر في مستر كولر عشان استغلال الضربات الركنيه، وسجلنا حدود 6 اهداف من الضربات الركنيه، وعملنا حلقه كامله على استغلال الضربات الركنيه مع مستر كولر واستغلال الكرات الثابته. هتقول لي ده شيء عظيم، بس امبارح لما تاخد 13 ضربة ركنية وما تعرفتش تستغلها وبرضه بتلعبها بنفس الطريقة في ظل برضه وجود رامي صبري وعبد الله بكر واحمد مودي، الثلاثة من اقوى واطول مدافعين الدوري، يبقى انت هنا معلش لازم تشوف وتعدل الخطأ. طب لما جينا نعدل الخطأ، لا ما عدلناش. احنا لعبنا 33 عرضية امبارح في المباراة في ظل برضه وجود الثلاثي الأطول في الدفاع والأميز في ضربات الرأس في الدوري المصري. 33 عرضية، 7 منهم فقط صح. يعني مش بس انك انت بتعمل عرضيات، لا ده انت بتعمل عرضيات وبتعملها خطأ، 7 منهم بس اللي صح. ولسه الاهلي مكمل في الخطأ، ولسه الاهلي مع كولر كان في مباراة فاركو تقريبا كان كل حاجة مقفولة قدامك، انت مكمل في الخطأ بتاعك. قلنا انت معاك 13 ضربة ركنية ما استغلتهمش، طب معاك 33 كرة عرضية منهم 7 بس خطأ، منهم 7 بس صح والباقي غلط، وبرضه انت لسه مكمل وفي ظل وجود الثلاثي برضه مصر ان هما 3 مدافعين من اطول واقوى مدافعين الدوري، ومصر برضه انه فاركو كانت بالارقام الموسم اللي فات اقل فريق يدخل فيها هدف في الدوري كله في اول سنه دوري ممتاز، ومصر الى الان انه فاركو خلال الموسم ده برضه دخل فيه 4 اهداف فقط، وانت برضه مصر تلعب كرات طوليه. خلصنا الكرات العرضية واستغلتهمش، خلصنا الضربات الركنية وما استغلتهمش. برضو الأهلي عمل 30 كرة طولية منهم 50% بس اللي صح، 15 كرة طولية صح و15 كرة طولية غلط. انت اصلا من البداية ليه مصر تلعب على الكرات الطولية في فرقة بتلعب لك 5 3 مدافعين و2 باكات؟ انت ليه اصلا بتلعب عليها كرات طولية؟ ما تعال نلعب على الارض. طب تعال نشوف الاهلي لما رحنا على الارض ايه اللي حصل. يلا بينا. في داخل ال90 دقيقة لما لعبنا كرات على الارض كسبنا من الكرات الارضية 60% منهم. يعني انا بالعقل، انا لما بلعب على الارض باخد الكورة، لما بلعب كرات عالية ما باخدش الكورة. في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كولر وسامو قمصان والمساعدين والاداريين والناس بتاعت الاحصاء ازاي ما بتاخدش بالها من الارقام دي اول نقطة. في نقطة مهمة جدا في المباراة وده تحليل بعيد عن الأرقام، وجود حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين بعد إصابة بيرسي تاو. أنت لاعب بمهاجم وهمي، طب ليه؟ طب ما ممكن نستند لأي مهاجم. الموضوع مش ماتش فاركو إنه يلعب مهاجم وهمي أو يلعب بمهاجم صريح بس. أنت لو مش مقتنع ب3 مهاجمين يبقى هنا لازم نستوب. أولا لازم الأهلي يحتاج 3 صفقات في يناير على الأقل. أولا لاعب رقم 8 بمواصفات هجوميه، لعيب زي مثلا عمرو السوليه كده، رقم 8 ياخد الكوره واطلع لقدام وعارف اعمل باص وعارف اعمل حط خد وهات وعارف اشوطها واجيب جون. تاني حاجه لازم بديل لعلي معلول، انه بصراحه علي معلول امبارح كان مقدم مباراه عظيمه ولازم تخاف من مباريات علي معلول العظيمه عشان بنفتقده دايما في مراحل الحسم. من 2017 تقريبا بنفتقد علي معلول دايما في مراحل الحسم، فاحنا لازم نجيب بديل عشان ندي البديل مباريات سهله. لو انت مش معاك فلوس تشتري بديل او مفيش بديل مطروح في الساحه في السوق، معاك انه السوق المصري كله واحد، بس انت ممكن قدامك حاجه بسيطه خالص انك انت ترجع محمد شكري من سيراميكا، انت تدي الثقه لمحمد اشرف، تعتمد على ايمن اشرف باك ليفت زي ما كان بيلعب مع سموحه ولعب مع منتخب مصر باك ليفت وكان من افضل باكات ليفت الدوري، وانت اصلا لما اشتريته من سموحه مشتري باك ليفت مش طريقه قلب دفاع، فممكن ترجع تعتمد على ايمن اشرف.
تاني حاجة راس حربة. راس حربة لازم راس حربة مميز، وراس حربة قوي. راس حربة، بص انا مش هقعد اقول عماد متعب عشان احنا كلنا زيجنا من بديل عماد متعب، بس عاوزين راس حربة افريقي زي فلافيو كده، اللي هو ايه، من نص فرصة هدف، بيتحرك خفيف، معنى الكلام بيفهم كورة، مش راس حربة افريقي جاي محطة واخد الكورة والسلم وباص للي تحت وبس. نقطة مهمة جدا، لازم تصعيد لعيبة جديدة. شفنا زياد طارق فين، مصطفى سعد ميسي فين، بنسمع عن عمر سعد معوض انه حاجة عظيمة جدا فين. لازم نرجع نجيب 3 4 لعيبة من الشباب، ميكس وسط اللعيبة اللي عندك، عشان اصلا اللعيبة دي تاخد الثقة، عشان اللعيبة دي تبقى واقفة على رجليها وتطلع مع جيل ويكملوا بعض، ما يبقاش في جاب لما الجيل ده يعتزل او يكبر في السن ونرجع نجيب الناشئين ويبقى في جاب واسع. لا، لازم نعمل ميكس. بعيد عن اي حاجه، احنا مش هننتقد كولر خالص، مستر كولر ماشي منتظم، متصدر الدوري، صعد في افريقيا، راجل واخد بطوله. احنا مش بننتقد كولر خالص، بس احنا كان في شويه ملاحظات قلناهم بسبب حبنا للاهلي. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.